كون انك بتشمت في بشر ملهمش اي ذنب بسبب حدوث كارثة طبيعية عندهم، يبقى انت كده انسان غير سوي. ملهاش اي معنى تاني غير كده. ربنا بيخلقنا كبشر في قلبنا الرحمة. رحمة. رحمة على الكلاب، على القطط، على اي حيوان اضعف منك. اشحال الرحمة على بعض. فدي سمة من سمات البشر، سمة من سمات انك كائن حي او بني ادم حي. فلما ده قلب فلما قلبك يتجرد من الرحمة، إذا أنت عندك خلل نفسي. تعالوا نحط على جنب فكرة الرحمة، ونحط على جنب فكرة إن إحنا أصلا بنصلي لأعدائنا أو بنحب أعدائنا، ونتكلم الموضوع ببساطة. حضرتك تعرف إن أمريكا تقريبا عدد العرب اللي فيها قد عدد الأمريكان، إن ما كانش أكتر كمان. وفي كل لحظة انت شمتان وفرحان فيها بسبب ان الناس دي بتولع في واحد عربي او 100 واحد عربي معرض ان هو يموت او يفقد اسرته، او حتى يفقد شقة عمره، بيته او مشروعه اللي قعد عمره كله يبني فيه وتغرب سنين عمره كلها عشان يعمله. ببقى نفسي افتح الدماغ دي وافهم فيها ايه البني ادم اللي قاعد شمتان ده دماغه فيها ايه. مفيش بيت في مصر تحديدا ما فيهوش لا واحد قريبك، صاحبك، جارك، معرفة مسافر بره مصر، مسافر في أمريكا. فأنت كده كده ليك حد هناك. ومفيش شاب من اللي بيتكلموا دول ما عندهمش حلم الهجرة لأمريكا عشان يسيبوا البلد اللي زي الزفت دي ويروحوا يعيشوا حياتهم ويبقوا النمر الأسود أحمد زكي. ومفيش شاب من دول لو جات له فرصة ان هو يسافر ويكسر فيزا عشان يعيش بره مش هيعمل كده. ايه التركيبة دي؟ ايه التركيبة العقلية دي؟ معلش حبيبتي، ده غضب ربنا عليهم. اتدخلي بقى انت في حكمة ربنا علشان اللي عملوه في فلسطين. هو في حقيقة الامر ان احنا لو هنحسب الكوارث الطبيعية هي غضب من ربنا علينا، احنا هنبقى في مصيبة، لان الفيضانات بقى كمان غضب من ربنا، والزلازل وهكذا. بلاد كتير قوي مؤمنة وما بتدعمش إسرائيل، وحاجات كتير بيحصل لها كوارث طبيعية يوميا. فده مش معناه خالص إن ده غضب من ربنا. هي كارثة طبيعية وارد تكون برضو غضب من ربنا، بس في الآخر هي مش طايلة الحكومات. رئيس أمريكا ومش مضرور، ولا الحكومات. اللي مضرور البشر، البني آدم اللي زيه زيك، القطة والكلب والحيوان اللي ملوش ذنب في حاجة في غابة بيتحرق وبيموت، هو ملوش أي ذنب، ما يعرفش فلسطين ولا إسرائيل ولا أي حاجة. العيل الصغير العربي اللي زيه زيك. ومش معنى ان انا متضايقه او زعلانه او خايفه على قرايبي اللي بره او معارفي اللي بره ان انا كده بدعم القضيه الاسرائيليه، وانا ست بقيت خلاص يعني يهوديه ومش فارق معايا فلسطين. لا، ملهاش اي علاقه. في حاجه اسمها رحمه، في حاجه اسمها رحمه، في حاجه اسمها الطف بينا يا رب. كونك تفرح في كارثه طبيعيه بتحصل لغيرك، ده مش معناه اي حاجه غير ان انت عندك خلل نفسي.